كثير ما أنجبوا، بس بيملكوا معاني الأمومة الحقيقية بعطائهم، بمحبتهم، بإخلاصهم بعملهم، بعلاقتهم مع محيطهم، مع أمهم، مع أبوهم، مع جيرانهم، مع أخواتهم. هاي معاني الأمومة اللي أنا بفهمها. قد إيه حلو لما بتتجسد ببناء طفل لحتى يكون هو رجل المستقبل، وببناء طفلة لحتى تكون هي أم بناءة لمستقبل واعد. اسمحوا لي أقدم فلذة من فلذات كبدي، سارة أتاسي، يلي عم تدرس طب بأمريكا بكل شغف العالم، بكل شغف العالم للعطاء والبحث والاستكشاف عن جد. كثير عندها شغف لحتى تعطي وتتعلم وتفيد، وعندها شغف آخر هو شغف فني بالتمثيل والغناء. ورح تشوفوها معي هذه السنة برمضان بمسلسل مربع العز، مسلسل مربع العز بدوري وأنا وصغيرة، أخذت دوري وأنا وصغيرة. اسمحوا لي إلا بمناسبة عيد الأم سارة، أنتِ وأخواتك سهير وحيان وحازم منحتوني شرف الأمومة والله، وخليتوني أكون أم سعيدة، أم فخورة فيكم، بأخلاقكم، بطموحكم، برحلتكم، بحبكم للعطاء اللامتناهي لكل حدا حواليكم حتى لو ما بتعرفوه. I'm proud. اسمحوا لي أخر ما أخيرا وبطول عليكم إني أهدي هذا التكريم وهي الجائزة الغالية كثير على قلبي مني ومن سارة ومن إخواتها لماما، اللي أنا بشوف الدنيا كلها من بسمتها ومن رضاها علي، الشاعرة والأديبة دولة العباس، ومنها لكل أمهات العالم اللي بنوا واللي ربوا واللي قدموا الكثير لمجتمعهم ولبلدهم. شكرا كثير لكم، وشكرا يا علي على هالإيفنت الحلو، وألف مبروك على هالإيفنت وعلى هالتنظيم الأحلى. شكرا كثير. شكرا.